السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم، نورتوني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض البيتي فور بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات بسيطة. هنجيب كيلو دقيق و100 جرام نشا و6 بيضات و400 جرام زبدة و100 جرام زيت و300 جرام سكر بودرة ومعلقة صغيرة فانيليا ونص معلقة بيكنج باودر. يفضل ان انت تجيبي دقيق بتاع البسكوت والبيتي فور والحاجات دي عشان العجينة تطلع مظبوطة معاكي. الزبدة هتبقى بدرجة حرارة الغرفة، بلاش تبقى طالعة من الفريزر او التلاجة متجمدة علشان تتضرب معاكي كويس. لو انت عايزة تعملي كاكاو هتشيلي 3 معالق من الدقيق وهتحطي بدلهم 3 معالق كاكاو. لو عايزة تعملي نص المقدار اقسمي كل المقدار اللي احنا بنقول عليه ده للنص واشتغلي بيه. اللي هتحطي بقى في العجان، او لو عندك مضرب كهرباء او ما عندكيش هتجيبي مضرب سلك، هتحطي الزبدة والزيت والسكر وتضربيهم مع بعض كويس جدا. انا في الاول هضرب بس الزبدة كده فككها من بعضها. عندنا كيلو دقيق هنشيل منه 100 جرام دقيق. يعني مثلا احنا جبنا كيلو دقيق هتوزني 900 جرام بس، وهتشيلي 100 جرام هتحطي بدلهم ال 100 جرام النشا. او هتشيلي 4 معالق دقيق وهتحطي بدلهم 4 معالق نشا. بعد ما ضربت الزبدة هحط عليها السكر وهحط عليها الزيت وهضربهم بقى كويس جدا مع بعض. في الخطوة دي هنحتاج نضرب كتير قوي علشان نحول الزبدة والسكر دوت لكريم او عجينة كريمي زي الكريمة بتاعتنا بتاعت الحلويات. انا حطيت معاهم الزيت اهو. خلي بالك ممكن تحطي نص كيلو زبدة وتستغني عن ال100 جرام زيت، بس هو بيخلي العجينة هشة معاكي اكتر. هتضربيهم كويس لغاية ما قلتلك المكونات اللي انت حطيتيها تبقى زي الكريمة معاكي. خلاص بص انا ضربتها بقت زي الكريمة بالظبط، ولونها كمان اتغير، لون الزبدة فتح بقى لونها ابيض. بوريكي شكلها كده بقى عامل ازاي. هتجيبي الجناب بتاعتك معاكي. طبعا لو انت بتعملي بالمضرب العادي هتمشي معاكي، هتلفي الجناب دي، لكن في العجان لازم تجيبي الجناب كده عشان تضربي كله كويس. بعد كده هنعمل ايه؟ احنا قلنا 6 بيضات، هنعوز بيضتين كاملين، والاربع بيضات التانيين هناخد منهم الصفار بتاعهم بس، مش هنحتاج البياض. هنسيب البياض على جنب، لو العجينة طلعت جافة او ناشفة هناخد من البياض ده وهنفككها زي ما هقولك هنعمل ايه. اول حاجة دول البيضتين الكاملين عليهم شعرة فانيليا، هبدأ اضيف البيض واحدة واحدة. طبعا لو انت بتضربي بمضرب سلك عادي مش هتحطي بيضة ورا بيضة، انت هتستني لما البيضة تختفي خالص، بعد كده هتضيفي البيضة التانية. دول الاربعة صفار بيض عليهم برضو شعرة فانيليا، وهبدأ اضيفهم واحدة واحدة. انا بضيفش البيض يا جماعة مرة واحدة، انا بضيف يعني ايه تدريجي، لما البيضة تختفي بحط التانية. وده عشان المكونات اللي انت حطاها ما تفكش منك وتبقى زي الكريمة وتشتغلي كويس. خلاص انا حطيت البياض البيض اللي انا شلته انا سايباه على جنب، مش هرميه ولا هعمل فيه حاجة لان ممكن احتاجه وانا بعمل العجين. هضربهم كويس جدا مع بعض. بعد كده كيلو الدقيق انا شلت منه 100 جرام وحطيت بدلهم النشا. ال100 جرام دول حوالي 4 معالق كبار من الدقيق، شلتهم وحطيت بدلهم النشا. احطهم مع الدقيق عشان افضيهم مع بعض. هتحطي معاهم النص معلقة بيكنج باودر او ربع معلقة. لو المعلقة بتاعت الشاي بتاعتك كبيرة اعملي ربع معلقة بس، لو المعالق الصغيرة بتاعت الشاي صغيرة حطي نص معلقة. هتحطيهم مع بعض. طبعا بصي العجينة بقت كريمة معاكي عاملة ازاي. انا شلت بقى المضرب وحطيت الكف عشان انا كده هقلب بس. هتبدأي بقى تضيفي الدقيق، ولما تضيفي الدقيق برضو هتضيفيه شوية بشوية. طب انتي حطيتي كيلو الدقيق على النشا او 900 جرام دقيق وال100 جرام نشا ولقيتي العجينة شادة معاكي، طبعا احنا عندنا بياض، هتبدأي تضيفي معلقة او معلقتين من بياض البيض عشان العجينة تبقى طرية معاكي. طب لو انتي حطيتي والدقيق بتاعك طلع العجينة سايلة منك، زودي معلقتين دقيق. او لو انتي
بتبدأي تختبري العجينة ولقيتي الصاج فرش منك، زودي معلقة او معلقتين دقيق اظبطي بيهم. المقدار بيبقى على حسب الدقيق، اذا كان هو بيشرب السمنة والبيض والمكونات ولا لا. طبعا انا بقلب، بس انا مش هعجن، انا هقلب الدقيق. مجرد ما الدقيق يختفي معايا هشيل ايدي من العجينة خالص والعجان، وهشيلها اشتغل بيها. حاولي بقى تجيبي الجناب معاكي. انا كنت ده كله بضيف الدقيق شوية بشوية. خلاص كده هبدأ بقى ايه، خلاص لميت العجينة مع بعضها، هشيلها. هوريكي العجينة بقت بالمنظر ده عاملة ازاي. بس العجينة معايا بتلزق، يعني هي مش طرية، لو مسكتيها بايدك مش هتلاقيها ناشفة معاكي، بالعكس هي طرية بتلزق. ده عشان تعرفي تشتغلي بيها بالكيس. لو انتي ما لقيتهاش بتلزق معاكي كده وطرية، هتزودي معلقة او معلقتين من بياض البيض اللي انتي سايباه عندك. هبدأ بقى اجيب القمع بتاعي او الكيس. طبعا انا قلتلك في حلقة البسكوت، لو انت ما عندكيش الكيس الحلواني دوت، تقدري تجيبي الكيس الابيض الشفاف وتحطي بس فيه الوش او البلبلة بتاعه البيتيفور وتشتغلي بيه. هبدأ بقى احط العجينة بتاعتي. وانا بقطع العجينة هبدأ بقى اشغل الفرن بتاعي يسخن على درجة حرارة 180 او 190، علشان لما اخلص كده انا هبدأ باختبر العجينة بصينية صغيرة، علشان اشوف العجينة مظبوطة معايا ولا هتفرش مني، ولا هي محتاجة دقيق، محتاجة بياض البيض. انا هشوف هي محتاجة ايه. لو مظبوطة ان شاء الله هشتغل بيها على طول. ظبطي القمع بتاعك وظبطي العجينة وابدأي بسم الله الرحمن الرحيم، سمي الله، صلي على سيدنا محمد، وابدأي بقى قطعي العجينة بالراحة خالص. في الاول ايدك مش هتبقى واخدة على القمع، بعد كده هتتعودي. بس انت هتعمليها وردات كده ما فيهاش اي شغل، يا دوب بس هتضغطي على القمع وتشيلي ايدك. وابدأي اعملي بصاج صغير او صينية صغيرة اختبري بيها العجينة في الفرن زي ما قلتلك. عايزة تكبريها شوية عن كده اضغطي ضغطة كبيرة، عايزاها بمقاس وسط اعملي نفس المقاس ده. ما تنسيش ان انتي لسه هتدخليها الفرن وهتنفش شوية كمان معاكي. البيض والبيكنج باودر هيظبط العجينة. خلاص انا خلصت الصينية اللي انا هختبرها وهدخلها الفرن. لو طلعت معايا مظبوطة هكمل باقي المقدار. بعد ما طلعت من الفرن هتبقى بالمنظر دوت. لو الفرن بتاعك مش هيحمر الوش، في الاخر دقيقة حمري الوش بالشواية. وادي شكل البتفور بتاعنا بعد ما خلص. هتبداي بقى تشكلي البتفور بتاعك زي ما انت عايزه. ممكن تعمليه بشوكولاته سايله، ممكن تعمليه بمربى وجوز هند، ممكن تشبكيهم مع بعض بالطريقه اللي انت عايزاها. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.